الاي تي جي تي بي ده اللي شات جي بي ده تي. ممكن تساله على اي حاجه سالته قبل ما ويعمل يجي. لك انت أي سالتني حاجة. قلت لي هو ايه البودكاست، كنت عايز اقول لك والله ما اعرف، فسالته عادي. قال لك ايه بقى؟ قال لي بالذمة. البودكاست، قال لي البودكاست هو لا بأداء الشات جي بي تي. ده صعب قوي. انا مش عارف ليه بيتكلم إنه- مصري. ايه انا عايز اقول لك أيوة. البودكاست هو بيتكلم كده، تحس بيصيح، عارف انت الناس بتيجي من بره عايزه تصيح. عايز اعمل ايه مصري. مان ويلبسوا سلسله زي دي كده وبتاع. طلعها بره كده. ايوه طلعها بره. قال لك قال ايه؟ لي بودكاست بوت جايه من الايبود. كان مع الناس دايما الايبود ده ان انت معاك الايبود بتاعك فتشوف فيه تسمع فيه كل الحاجات. تمام، ده اختصار بوت. كاست جاء من البرودكاست. البرودكاست ميكس الميكس اللي انت معاك الجهاز يور اون ساوندز، الحاجات اللي انت عايز تسمعها. تمام. والبرودكاست عايده بقى على المقدم نفسه. اوكي. البودكاست بتاعك اللي هي المحطه الاذاعيه بتاعتك انت. اوكي. فهي الميكس بقى ان دي بقت بتاعت اللي هو بين المتلقي وانت صدقته؟ طبعا صدقته. انا لا يمكن اكذبه. امال هو ايه اللي جابه؟ ما خيش معايا ولا امال هو ايه اللي جابه؟ انه صدقه. يا لهوي. فانت بس فهمت وجهه نظري. اصل بتقول لي لازم يعملوا لهم التعليم كده. لا انا ما قلتش يعني مش يلا نقلب الدنيا، بس عارف انت محتاج تقرب له. باشا احنا ينفع نسال السؤال ده في اليابان؟ لا الناس طبعا بتقرا 70 كتاب في السنه. صح. ينفع نسال السؤال ده في المانيا؟ أحرجك. معلش خد بالك انا بص متصالح انا جدا انا مع قاعد مش ساكت. صح. انا قاعد ساكت لان انا ايه، انا أصل في حاسس ان كلام- هو هيطلع بالتقيله. والله العظيم بص، انا ما عارفه، عنديش مشكله حافظه. بس هو حافظه. في النص بس، عارف تيجي في النص كده. لو مثلا التعليم يعني- مش عايزه تتعلم، مش عايزه، هي خلاص هو شايف نفسه. هو دلوقتي شايف قدامه واحد عامل مش برنامج عنده على الانستجرام بينزل فيديوز فبتجيب ملايين، فالارقام عنده ضربت فخدوه يمثل. بس ده عالم افتراضي يا جماعه. فالعالم الحقيقي انت ايه؟ انت خلاص. ولا حاجه. طيب انا معاك والله العظيم ينفع انا تشتغل معاكم شغلانه جدا. ينفع تشتغل شغلانه لو النت قطع تبقى صايع؟ مش هيقطع. انت متخيل لو النت قطع؟ ما هي مرحله. طب ما هو التلفزيون، طب ما هو انا ممكن اجي لك من فتره. طب أقول لك على ينفع حاجة؟ تشتغل شغلانه لو الساتلايت لو الكهرباء، لو الساتلايت القمر الصناعي ده بص كان هو في برضه- أرضي. بص هو بيتكلم في يعني ما كان في ارضي. بص انت مش بص، عارف ان كان في أيوة، ارضي. بس قصدي لو التلفزيون ما بقاش موجود. احنا عايزين نسمعك والله بكلمك جد. انت عارف ان لو احنا مش عايزين كنا في نرغي. فيلم لا، كنا لا، في فيلم انا وعمرو بيتكلم عن انه ان لو النت قطع لمده 10 سنين ورجع هيحصل ايه يعني. في ال10 سنين دول ال10 سنين، لا هو اللي حصل بقى انه في ال10 سنين حصل ايه في الناس. ولما رجع بقى في ناس ضد ان هو يرجع، عشان شافوا من الوضع اللي كان كانوا أحلى. بيستفيدوا من النت ده الإنسان لوجرز العادة. وبتاع بص انا بشوفه وسيله بصراحه. يعني هتقولي انت تخيرني كخالد الفنان اللي النت بيساعده ان هو يوصل لجمهور وان هو يجيله شغل وان هو يجيله فلوس وكل الحاجات دي، لو هتخيرني لا مش عايزه. اوكي. انا عايز ابقى دي مفاجأة. طبعا انا عايز ابقى بس فنان هقول لك ليه كلاسيكي، بقى، أقدم هقول لك فن ليه بجد. عشان انت بتقول انا فنان، يعني انت عندك حاجه انت لها عندك علاقة حاجه بالفن. عايز تقدمها. صح كده. صح. طب انت لو ما عندكش مش تقول الكلمه لا دي. مش هقول دي مش لان هتجرؤ ده تقول اللي الكلمة محمي دي. بيه اصلا. صح. بس كده انت عشان فاهم. انت فاهم موضوعك، فقلت انا راجل عندي كونتنت او عندي فن، عندي حاجه دلوقتي بقدمها كده، لكن اتمنى انها تقدم بطريقه تانية. طبعا واخد بالك؟ لان هو مش هيعيش طول عمره اصلا مش هعيش طول ماسك عمري على الموبايل. النت طبعا، ومش منطقي. انا دماغي هتبوظ، انا مش عايز دماغي تبقى مصديه، ما مش منطقي. طب وانت واحد كمان ستاند ابر، يعني انت حلو. متعود على انك تبقى واقف على مسرح وبتشوف الجمهور بالظبط. وبتاع كلام كده. احساسك ايه لو انت هتقدم ده ومفيش جمهور قصادك؟ هتعرف؟ لا يعني طبعا. انا ما اعرفش. انا شخصيا لا كستاند طبعا. ابر انا كنت بقول لهم يا جماعه ما ينفعش اعمل ستاند اب في ايام ما كانوا عايزين نعمل أيوة، ستاند اب لا، في ده التلفزيون. صعب أوي. فاهم؟ صح. قلت لهم لا، الستاند اب يبقى لازم يبقى جمهور ومسرح وانتوا صوروا وذيعوا في يا التلفزيون. جماعه هو لما كان بقى عشان بس تعرف انه في تواصل بين الاجيال يعني. لما كان الثلاثي اضواء المسرح بيقفوا بيعملوا مونولوجات على المسرح وبيقولوا افيهات ونكت جاهزه والكلام ده كله، ده ما كانش ستاند اب كوميدي. كان ستاند اب ده كان ستاند اب ده كوميدي. سيبك من طبعاً. المسمى وده من طبعاً. كام لا، لا. سنه بقى؟ ده من سبعينيه كتير، أنا عارف. خلي بالك يعني ستينيه سبعينيه. اول واحد انا بقول دايما في التاريخ للستاند اب كوميدي، اول واحد يعتبر ان هو رجع الستاند اب كوميدي او عمل له شكل في مصر كان سمير غانم. أيوة. لانه حقيقي. كان عنده ربعايه كده، أيوة، على ربع المسرح. ساعه المسرح. ساعه على المسرح. المسرح بيعمل ستاند اب، بس كان حاطه جوه المسرحيه اللي عملوه بره. وبيقول لك احنا اللي عملنا الستاند اب والفن ده، ان هم طلعوا الستاند اب من الاطار اللي كان فيه، سواء مسرحيه سواء مسلسل سواء فصلوه. وعملوه فن وقائم بذاته. هو بس بالنسبه لي اي وان مان شو، اي شخص بيقف على المسرح يقدم للجمهور حاجه فن، خلاص
بس سيبك من تعال- المسمى. بس بقول لك ما المسمى. تعملش فيها طيب، بس تعملش فيها طيب. لا، أنا مش أهو طيب. احنا برافو عليك. أنت عشان- جين زي. لا لا مش لا طيب. فاهم مفيش يعني حد إيه؟ طيب. مفيش حد في الجن ده طيب خالص. مفيش أنت- السويت شيرت ده ما يجيش منه، ما اسموش كده، اسمه هودي أنت اصلا بتوع احنا الجن. يا باشا انت على المسرح اهوت وفاهم، في ناس تحت من الجيل بتاعنا احنا حلو. بتشتغلك بايه مثلا؟ بتشتغلك انت بتهس في حاجه وهم يا عم يا هو ده بقى شوية الفن عيال بتاعكم بقى. آه. انت رد شايف بقى. نفسك لا بقى بودي عادي والله، بقول لهم مش مكانكم بقى، روحوا امسكوا جرايد اقروا بقى ولا اعملوا بتودي؟ إيه. شفت كمل بتودي؟ كمل. ايوه بقى انا جبته بتودي دي بتفكرني بالحلقه بتاعت علي علي، تامر الحلقه فرج. الثانيه. ايوه قال لك بنودي. قال لك آه، بنودي. اه لا أيوة. انا كان اول مره اسمع لغة اللفظ ده. الجيل دوس ودي، بص هي فيها سرعه. ومترجم أيوة، انت صح. مترجم وبتاع فاهم يعني، مش انت فاهمني الموضوع، مش فهم. انت هي بترجم. ترجمه ان انت تحول من ده لا، لده. في فاهم. كانت من 4 سنين في قاطع على الكلام بس معانا دي لسه شغاله. معاكم. ما هو تمام. قاطع على السلسلة الكلام. انت جايبة. السلسله دي عامله معاك بس شغل القطع عالي دي لو أوي. حاجه انا عايز اقول لك اللي هو ايه، انت بتصيع عليا وانا لا فاهم. ده حد صاع، فانا بقول لك يا عمرو قطع. يعني انت أيوة، أهو. فاهم الحوار ده. طب ما هو ايوه يا نهار اسود. احنا بعيد قوي يا عم. لا خالص والله. هو انا حاسس انها بعيد بس بعيد. هم اللي مش عايزيننا انت شايف نروح. القعده اللي انا قاعدها؟ قافلين على نفسنا، قلت لك شيل. أيوة. انت شايف قلت انت لك شايف شيل. انت شايف القعده اللي انا والله قاعدها. العظيم. انا حاسس ان انا مدام أنا مش فاهم مريم ليه فخر الدين قوي، مريم فخر الدين قوي في قوي. نفسي انت فاهم. مالك كده؟ ما فك اعرفش، كده، مش فك. عارف انا طلع عمال السلسلة كل بره. لما اسمع انت بتلبس سلسله كل ما اسمع اقعد كده اكتر فاهم. انت وديت الواد في بادي لانجوج في داهيه. بادي لانجوج فظيع جدا والله جدا. خطير والله. اوكي طب انا عايز افهم برضو يعني ايه بلوجر. يعني في ليه يوتيوب هل بلوج بلوجر اللي ده هي كله بلوج اللي ايه هي البلوج؟ الاول اللي هي المحتوى او منصه. بالظبط. صح كده. لا بالظبط. كان في حاجه زمان المدون. بس مدون ده جاي في الصحافه شويه. كان بيكتب خواطر وكان بيكتب ساعات حاجات بيقول لك انا مش عندي حد بيكتب. بلوج. بس عشان برضه اريحك، الدنيا بايظه خالص. إيه ده؟ حته ان انسان عنده محتوى بجد، وانا يعني انتوا مشكله جايبين واحد مش بيتكلم بلسانهم، انا برضو معترض شويه افتن يعني. لنا بقى ماشي عليهم بقى. ماشي افتن لنا أيوة. عليهم بقى. ايوه بقى. ايوه قول. مفيش حد بيقدم حاجه. ايه قول ما تسكتش. عايزين نقطع النت عن مصر زي ما انت قلت الحاجات دي. لا بجد والله الحاجات اللي فيها ماده بجد قليله قوي. اوكي ان انت تخش فعلا في حد بتخشها بجد. طب هو انت عايز ايه بجد؟ عايز ايه يعني؟ انت ايه انت ليه كاتب الكلام ده؟ مش يا ريته كاتب. أمال بص إيه يا أخي؟ تلات ارباع الكونتنت اللي على مفيش اليوتيوب كاتب. لا مفيش حد بيكتب. في كوبي. في حاجه يلا نقتبس. بيقتبس دي اصلا قديمه، يقول لك ده ريفرنس يا معلم، انا معايا الريفرنس الفلاني واحنا اشتغلنا عليه ومصرناه فرسخناه. فرسخناه. مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ هنفرسخه كده نخليه مصري وبتاع ايه الفرسخه ما دي؟ بين انه فسخه وما بين انه فرسخه. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايوه عملوا فرس. فرسخه. والله. الله يجيبوا هنا حلو يوديه ده. مصري. فتلات ارباع الحاجات اللي على النت ليها ريفرنس طبعا بره، لان اللي بدعوا القصه دي اللي مش عملوا النت امريكا. اوكي امريكا في حته اليوتيوب الشانلز والكونتنت وان الكرييتورز يبقوا كتير والانستجرامر ويوتيوبر وبتاع، دي من الزمن هم من اول اليوتيوب من 2004. اوكي فمن 2004 في حد اسمه يوتيوبر في امريكا. اوكي طب بس ايه هو ايه البلوجر؟ ايه البلوجر؟ ايه بقى يعني احنا ما فهمناش بص بقى. انا مين عارف البلوجر الانفلونسر المفروض الانفلونسر ده المؤثر. المفروض اوكي لكن احنا هنا عندنا اي حد عدى ال 100,000 فولو على الانستجرام بقى انفلونسر خلاص. يعني انا انفلونسر انا دلوقتي. طبعا انفلونسر، انت كده انفلونسر. ما انا بقى ده اللي انا قصدي عليه، انتوا انفلونسر انت انفلونسر بالمعنى الحقيقي. انت انفلونسر يلا. شخص مؤثر بصرف النظر عن عدد الفولورز اللي عندنا. بالظبط، انت شخص مؤثر بجد. انت عملت مثلا حلم بينهم زمان ده اثر في الناس. قال لك زمان. عملته من 3 ايام يعني انا فرحت وعيطت فجاه فاهم. أنا والله فرحت الواد وداني انت في- اثرت زمان فاهم. طب ايه المشكله؟ ما هو خد زمنك وزمن انت غيرك بقى. انفلونسر لا يلا. لا على فكره ما انا بقى انا شخصيا يا انفلونسر. هو دايما ايه ما هو يا انفلونسر يا ابو يقفشني في سلسله. الحته دي. يا ابو سلسله. انا من اسعد الناس باليوتيوب والفيسبوك والحاجات دي وتيك توك، لانه رجعوا حيلهم بينهم تاني طبعا. كانه معمول اول امبارح. ده حقيقي. فانا قاعد ما بعملش حاجه فجاه تلاقي الفيديو والناس ده عماله شغال. تقول لك بالايه بالنص مليون طبعا. وبالخمسه ومفيش فلوس بتدخل لك مش خالص. مهم. مش مهم، الكلام انتشار ده. انتشار. فاهم المتعه النفسيه اكسبوجر الله. فانت اكسبوجر. شفت بقى شفت انفلونسر يا ابو سلسله. بالظبط كده. بس احنا كنا بدأنا نوقعه في الكلام بقى فأيوة، هنقعد عرفت نخبط أنا. في قلنا بعض. بقى انفلونسر. خبطنا في بعض الواد خبطنا في انا بعض. عايز اعرف البلوجر ده ايه. بص في مثلا البلوجر اللي هو المكتشف.
اللي هو مثلا زي الفود بلوجر يقول لك انا النهارده يلا عارف معايا حاجة النهاردة بتعمل لقيت بلوج؟ لكم وبتاع بص هي الاسامي بالنسبه لي انا بجد مش عارف الفرق بينهم، بس بالنسبه لي قفشناك اهو. لا عادي مش عندي العلم كله يعني. أوكي. البلوجر في مثلا فود بلوجر ده اللي هو بيتخاف منه لو جه مطعم كده وقال الاكل ده ده انا سمعت يا باشا وحش ارقام في خلاص. الحوار ده جامده أوي. طبعا كلهم بياخدوا ارقام. انا سمعت يا باشا انك تروح تاكل اكل تقول مش حلو وتمشي وتصور وتقول كده وتمشي، يجيبك صاحب المطعم يديك 100,000 جنيه اوه مستر عمرو عشان ده تيجي. قليل والله العظيم. والله 100,000 جنيه ده طموحك انت يا بص اقول لك على انفلونسر حاجه، ابو سلسله. في ناس بتاخد في طموحك الستوري انت. في الستوري مش اقل من 100,000 جنيه في الستوري اللي هي هتقعد يوم واحد بس 24 ساعه عنده، بياخد مش اقل من 100,000 جنيه مثلا. أوكي. حلو مش اقل، ده على حسب هو انتشاره وحسب التارجت اودينس بتوعه. دي الستوري. الستوري ده انا ستوري اللي هي حياتي كلها بتروح. ممكن ابيعها ب 100,000. لا اديها لك والله، ده انت عادي والله. ممكن نكتبها تاخد وننزلها كتب وبتاع ونبيعها كلها والله. سيديات. عالم النت والله بجد صعب كمل جدا. كمل. ممكن لا، في كمل. الريل بقى ياخد له نص مليون. هو الريل مليون؟ الريل اللي هو مليون؟ ينزل. عادي. من مين مليون معلش؟ من الكلاينت. دلوقتي الشركات دي قصه التلفزيون دي ما بقتش تجيب. ماشي اخره الماتش، بص النهارده ما عادش فيه غير الماتش، حتى المسلسل بقى واتشت شاهد نتفليكس خلاص خلصت. فهو ما عادش عنده غير الاعلان هيتحط قبل الماتش وبعد الماتش. هو ده اللي هي ده ده التلفزيون. ده اقوى تايم في التلفزيون، لكن التلفزيون كله مات، فهو محتاج الاعلان اللي عمله ده يتحط سوشيال ميديا. نرجع بقى للنقطه بتاعت الالجوريزم والثلاث ثواني وي فمضطر يعمل ريل يناسب الشباب اللي هو التارجت اودينس بتوع الانستجرام، فيروح معلش جايب أنا- واحد مشهور على الانستجرام، فالشخص ده عشان هيتارجت الاودينس بشكل مرعب ياخد ويعمل له الريل مبلغ هياخد محترم. المبلغ اللي كان هيتعمل في الاعلان اللي على التلفزيون. يعني هو دلوقتي ده انت الريل مبلغه غير الستوري. طبعا الستوري هيقعد يوم واحد. ستوري يوم 24 ساعه. لك الريل ده بيقعد الريل بقى ريل خلاص فيديو نزل على عندي بقى صفحتك. خلاص نزل بيفضل على موجود صفحتي. يعني. ريل فيديو. والله ما اعرف، انا والله فاكر ان كله بيروح. عشان كده ما برضاش اعمل حاجه انت المهمه من ما الايام بعملهاش كله بيروح في ريل. الغسيل، دي قصه تانية دي. انا والله ما بيبقى في وانت مش فيديو حاطط الريل مهم. في جيب البنطلون. لما بيبقى في ده فيديو على مهم ولا صفحتك. حاجه ما بحبش آه، تتعمل ليه ريل. طريقه لازم تفهمه طبعا بيها. طبعا ايه فيديو. فيديو. الريل ما ده أنا- عباره عن فيديو. لا. بس الفرق انه بقى بالطول. هشرح له، انا هشرح له بالطول. يعني لو بقى بالعرض ما بقاش ريل. يا سلام ليه بقى؟ ما انا عايز افهم، يقول لك قال ده مش عارف ايه ده وانت بتزعل الالجوريزم يا مش ابني. هيقراه. الجوريزم ايه هو بلا هو ليه؟ بيقرا الاسبكت ريشيو بالظبط. انها بالطول. الايه يا بابا؟ الايه انت متابع شويه. ايه ده انت السلسله اتغيرت معاك سحرية قوي. دي سحرية. اتغيرت معاك قوي. اداها له عيل في ديستريكت 5 راح كانش لبسها له. بيعرف يقول الكلمتين دول على بعض. عبيط ولا ايه؟ يا لهوي انا بجد. بس مدكن. يعني بس هو مدكن طلع حاجات. مذاكر على فكره وسايبك مش مذاكر. انا ضايع. انا والله العظيم فاكر الريل ده انا ما برضاش اعمل، يعني ما حد بيجي لي البتاع ده بيكلمني. انت لما تيجي حد يقصد اسمعني يصورك بالطول تقول له اقلب ايه اللي تخلي أيوة. انت ايوه تقول له ايوه ايه اللي انت بتعمله؟ يا ابني اقلب هاتها الموبايل. بالعرض عشان تجيبنا كلنا. والله العظيم فاهم انت الجمعيه اللي انت بضحك. لا بس والله ده اللي لك انا اسف ده انا لئيم. بضحك. واد لئيم. ده استنى بس عشان انا بجد لما بيجي لي الشويس اللي بيقول لي ده تحب تنزل الفيديو ده بتاعك ريل او بتاع، ما برضاش اعمل ريل عشان فاكر الريل ده بيروح ان هو حاجه بنزله فيد. لا اوبا ايه ده؟ اوبا طبعا اوبا اوبا للدرجه دي؟ اديله ريل موبايلك طبعاً. اديله موبايلك عشان يدخل في وسط الريلز بقى، يجي في الريكومنديشن كده، انا بقلب كده راح طالع لي. يعني انا لما احط في يا الفيد حبيبي العادي ما انت كل يجيلكش اللي انت ريكومنديشن. بتشوفه وانت بتسكرول. ايوه يس خلاص وانا دي مش بإيه؟ فيديوهات سكرول. دي مش الله دي مش يرحم. فيديوهات محطوطه على الفيدز. دي محطوطه في الريلز. الله يرحم عم رمزي كان مدرس لغه عربيه. ايوه هو دين. مدرس كويس دي، دين. ده حاجة أصيلة. ايوه خلاص فهو الحاجات اللي انت بتقلبها دي كلها ريلز. هتلاقي كل الفيديوهات اصلا بالطول كده، عمرك ما تلاقي فيديو بالعرض كده. ممكن بقى دلوقتي موجود وتدوس يقول لك اعمله بالعرض بقى. دي فيتشرز جديده طيب. بس انت هتقول له، لازم تقول له انا الفيديو بتاعي بالعرض، فخد بالك بعد اذنك قول للناس ان استأذن. تقلبه لي وبعد اذنك مين ده؟ مين بقى الشخص اللي احنا فاكر الراجل اللي كان بيقول لك، فاكر بتاع بيقول لك هو ده اللي بيقول لك. ايوه لسه موجود، ده بيمشيش ده لسه موجود. ايه يا جماعه؟ كل يوم في ابديتس جديده اصلا. شكرا. كل يوم لو ما قريتهاش كويس انت بتقعد تعمل موافق أنا ايوه عارفك انت. انا لو- هقعد بس ما اقرا. حدش بيقرا، انا بكتشف يعني فجاه بيروح نازل شويه فيتشرز لازم جديده. توافق وبعد كده بتكتشف آه. انا عملت ايه. لا انا features برفض.
انا برفض اصلا ما تعملش في ابديت updates معاك بتاع 2006 ولا ايه؟ علشان لا بخاف ان انا خش ايه عليه. لما اوافق على حاجه يتغير حاجه وما اعرفش ارجع لها تاني او حاجه لا هو تبوظ أو- الابديتس بيعمل فيتشرز جديده، منزل حاجه جديده، في حاجه حصلت بتاع مش عارف ايه، أوكي. وساعات ممكن يبقى في بلاجز جوه الابلكيشن فبيحاول يسدها. دي حاجات بقى ماليش دعوه بيها خالص. لا دي لا لا مفيش أوكي. اولا انا ماليش دعوه بيها. اعمل دي الابديت بتاعت مش الكمبيوتر. هيخربش الجراب. ما خلي أنا- بالك، ما أصل أنا ده خايف قلبه والله من ده كده. خوف والله على أنا جراب بخاف. السيليكون. اقسم بالله دماغه في حته آه. الابديتس مش هتخربش الجراب، ما أوكي، بتطلعش عادي. بره الابلكيشن. اوكي فما تقلقش. عارف انا حاسس ده اعلان ايه يعني؟ الحلقه دي اعلان شركه ميديا اللي هو ودلوقتي بقى انا ممكن امسك لك الاكونتس بتاعتك. لا والله انا حاسس ان انا اسلمك نفسي كمان شويه، فاهم انت ازاي اللي هو لا خالد ده تقول لي خطير ورشه خالد ورشه وبتاع ده ورشة ده انت أصلاً. اللي معلمي ده انت اللي معلمي يا ابني معلمين في سوق العاشر. قمر وحلاوه بطيخ. اتكلم الحاجة ازاي طبعا. ايوه صح. يا لهوي قال انا رايح اعلمهم كتابه السيناريو طب ايه المشكله؟ كلام فاضي لا ما هي دي بقى، انا بقى دايما عندي الحته دي طبعا. ان انا دايما لازم هسكل موهبتي عشان وقت ما اطلع بقى ما تقرعش. صح. موهبه مين يا عم؟ ما لا هو لا لا. ما هو بيتقرعوا وبيبقوا طالعين وزي لا الفل. بيقع هو تاني عشان يعرف بتاعنا يخدم وكل نفسه هيقع تاني. وقت ما هو بقى يعمل حاجه بشغله كسيناريست هيعرف بسهوله جدا يخدم نفسه على السوشيال ميديا. ما يستناش لا شركه بالظبط. ولا المخرج ولا البتاع، هو يخدم نفسه هيطلع شغله زي ما هو انا مش عايز حد يجيبني كصوره، اوكي بس انا لو اتحولت فجاه ان انا بيلبورد، انا مش عايز ابقى بيلبورد. يجي لي انا حد عايز يقول أبقى لي بيلبورد. انا نفسي اطلع على انا عايز حقيقي أنا- بجد مش هتتبسط بجد والله بجد. نفسك تطلع على ايه؟ اللي هو الريل بكذا ايوه بقى لنا اعلان في الشارع لا، يعني لا، لا. اسمها لا مش قصدي قصدي كده. انا ابقى بيلبورد. انت تبقى الناس أنا حتى بتجيلي- بص الكلام بتاعهم انا ما بفهموش بس ما بترجمش بسهوله. الناس بتجيله عشان تعلن أنت عن فاهم؟ طريقه. فده فده خالد اعمل لنا اعلان. يحسسه ان هو ماده ده ماتيريال يعني. مضايقك. لا انا فنان، انا عايز أوكي. امثل، عايز اكتب، عايز نعمل حاجه بجد. آه. اللي انا بعمله ده عشان الناس تعرفني. اوكي لما بقى اقدم لهم الحاجه اللي انا عايز اعملها، انسى بقى النت بقى والقصص دي كلها، ما اقدم لهم أنا عايز اعمل حاجه بجد. طب انت عايز تعمل ايه يا خالد؟ ايه اللي انت انا عايز تقدمه؟ امثل كده كده، ايه الحاجه اللي انت شايف انت عايز تقدمها للناس؟ نعمل حاجه بجد، نعمل بقى مسلسلات بجد. زي انا على فكره متاثر بالحاجات القديمه، اوكي اتفرج على مسلسلات يعني بجد انا متاثر بحلم بص بينهم. اللئيم ده هيقول لك حاجة. القديمه سنه كام؟ ايوه انت عايز اقدم حاجه ماشي. بالنسبه لك ايه؟ شوف لا على عشان فكرة. انا انا معاك. بص انا بص إيه بقى، انا فطمك أهو. قابلت انا آه. قابلت أقول لك كتاب تمام من الجيل بتاعك وكده اقدم لا حاجه اكبر، احنا بالنسبه قابلنا له 30 حلو 30 وفي حاجات ضايعه. لا وفي ما يعني آه. تمام اقدم حاجه بالنسبه له لن اعيش في جلباب ابي ماشي، بس يعني مفيش قبل كده كمسلسلات اه انا اقدم حاجه بالنسبه لي رأفت الهجان، يا عشان ما لهوي. اكدبش. طب ما ده أوكي. كويس. لا ده ما عظيم. اكدبش. وده من أوكي. على فكره ده ماي فيفورت، على فكره ده عظيم. ماي فيفورت انت بتتكلم في ايه يا باشا؟ رأفت الهجان ده اخر الثمانينات. بجد. انا ما اعرفش. عظيم. لا بس. انت عظيم. اخر الثمانينات اول التسعينات حاجه كده يعني. هو تقريبا في اخر الثمانينات. طيب شيء عظيم. اخر بس الثمانينات ايه يا عمرو؟ لا يا حبيبي تسعينات؟ رأفت الهجان ده كان تسعينات لما حتى كنا لو احنا تسعينات، بنشتغل. انا 98 لا اتفرج على حاجه طيب قبليها. طيب تمام. رأفت طب ما الهجان لا، كان يا باشا تسعينات ماشي. اواخر التسعينات كمان يا باشا ماشي تسعينات. آه. فالراجل برضو كتر خيره. كتر خيره بيتفرج على مسلسل اتعمل مثلا قبل ولادته ب3 4 سنين. بالظبط. كتر ده ألف يعني خيره. انا كنتش جيت اصلا، بس بقى في أوكي. حاجات في الحاجات القديمه بقى، انا بقى دي اكتر حاجه لقيتها. عارف في خالد انت الموهبه في هتجيبك. المونتاج. انت الالحاح بتاع الموهبه كل ما تكبر خلاص هيجيبك. طب والله ايه قول لي استني بقى. ايه قول لي اللي انت كنت في حته كده اللي هي في المونتاج، اللي هو مثلا ايه كانت دايما تحصل في رأفت الهجان، اللي هو مثلا انا واستاذ عمرو بنتكلم في ايه، اقول له قول لي يا عموره. لا استنى بس. لا ما تبوظش. كان دلوقتي على مسلسل رأفت الهجان. ماشي اوكي. بقول له ايه، عمرو غلط اللي انت عملته، ما ينفعش، لازم تنزل مصر. فالناحيه التانيه مصر يا رأفت. ايوه عارف كان عاملينها طول الحلقه الوصلات دي ايوه ما ينفعش، بتلاقينا ما ينفعش عشان كده لازم. موضوع تاني اصلا. دي كانت لازم في المونتاج خلاص بقى راحت عليها بقى الحاجات دي. لا كان بس دي اصلا كتابه خلي بالك بقى. بجد لا حاسه دي اخراج لا بجد. كان بقى وقتها المخرج مش ممكن يعمل اللي انت بتقول عليه ده في حلقه بحالها من غير ما تبقى مكتوبه. سيستم كتابه لازم مستحيل. اوبا. ولا صالح مرسي كان يسيبه يكتب الكلام ده الله يرحمه يعمل الله الكلام يرحمه. طب ده. انت اثرت نقطه بقى خطيره جدا. قول لي. دلوقتي انا بشوف الكتاب
ما بقوش بشخصيه الكتاب زمان. جداً. سلم السكريبت، اتكل على الله، ما تبداش علشان في المنتج عايز يكتب والمخرج عايز يكتب والممثل عايز يكتب والممثل كلهم بيكتبوا والممثل يقول له لا كلهم شيل يعني. بقى كل ده، انا هحط آه. افيهاتي طب ما فين الفيلم ولا فين المسلسل؟ لا فزمان بقى كانت تلاقي الكاتب ده لا قيمه عندك واحد زي هو الأستاذ وحيد الفيلم حامد، اصلا. يا نهار اسود كان ينفع حد يقول له مش عارف ايه. لا ما دي من ضمن التاثير برضو ان خلاص بص كله سلق بيض. ما هو بالظبط كده. فكره السرعه خلقت نوعين، في نوع متمسك بالطريقه القديمه دي او موسطن نفسه في النص، ده أحلى وده حاجة. خطوته بطيئه عشان نبقى ماشي. واضحين مع بعض. اللي في النص ان في النص خطوته ماشي. بطيئه، يعني هو راجل زي حالاتك كده اكبر شويه في السن، متاثر جدا بالاعمال الذهبيه دي اللي مش هتحصل في الوطن العربي تاني خلاص، وفي نفس الوقت عايز يكتب لجيله او كلام الازهر، وده منطقي، حقه وده آه. منطقي تمام. ده خطوته ابطا فاهم. لان هو كده كده شخصيته طالعه في الورق ماشي. تمام، وبينقي مواضيع قريبه من شخصيته، قريبه من المشاكل اللي هو عاشها، قريبه من المشاكل اللي حواليه عايشينها، ماشي. او مش مشاكل، المشاعر، بلاش نقول مشاكل، صح. لكن بيجي حاجات تانية تمام اخف بقى بكتير، والاساس فيها بقى اللي انت قلته من شويه في الاول خالص، هو الريفرنس حضرتك. طبعا ان احنا ريفرنس بهدل الدنيا. بنجيب يا باشا ونقلب الشراب خلاص نقلب الشراب. بنقلب الشراب، بتجيب الريفرنس الاجنبي نقلب الشراب. وبعد كده تقلبه مشكلة ويبقى في حبة عربي. الشراب. ما عشان كده بقى الكاتب اللي هو ملوش المخرج قاطع طول. عليه والممثل قاطع عليه وانت جايبه من هناك، فخف على حالك، هات الورق واهدى واحنا هنظبطها. عشان هو مش تعبان ان هو يطلع قصه. مع ان بقى اللي مضايقني احنا عندنا كميه قصص، وعلى فكره جين زي برضو مشاكلنا برضو مركبه وفيها حاجات صعبه. الشباب دلوقتي دماغها شتى. عندكم مفاجاه تانية معلش، بعيد عن السوشيال ميديا شويه صغيرين، ماشي. ونرجع لا للسوشيال. عادي. عندكم ناس بتقرا؟ طبعا. عندكم يا ناس اخي بتقرا كتير. انا بنزل معرض الكتاب طبعا. اتفاجئ بالوف روايات ولاد روايات وبنات وبتاع وكتب في التنميه البشريه وحاجات كده. انت فاكر احنا لما كنا بنقول احنا بنقرا كنا بنقرا ايه؟ ملف المستقبل ومش فاهم اللي هو أيوة، الحاجات دي إيه كانت ملف بالنسبه لنا هي دي. المستقبل؟ ده كان دكتور نبيل فاروق الله يرحمه والدكتور احمد خالد توفيق والناس دي ماشي، كانوا دكتور بيعملوا اللي أحمد هو خالد توفيق. روايات مصريه للجيب عباره عن ايوه حاجات معايا رجل المستحيل. رجل أنا. بس برافو المستحيل عليك. وملف طيب. المستقبل ومكتب رقم 19 مجموعه كده واخد بالك، في حاجات رومانسيه كان في في روايات. زهور آه. ده كان بالنسبه لنا احنا كده اللي يقرا الكلام ده يبقى اسمه بيقرا. لكن دلوقتي لا فعلا بيقروا انا شايف بجد. جين لا، زي إحنا- بيقروا حاجات بجد زي ما انت بتقول. ايوه بس احنا لا عندنا ناس كانت بتقرا، اللي كان في احنا برضو لحقنا وقت انه التلفزيون مش كل الوقت، وانه ممنوع، وانه في حاجات والكلام ده والنوم كله. بدري والنوم بدري القصه دي. قصص. فانت كنت ممكن تبقى رايح تذاكر عند واحد صاحبك، مش هتاخد التلفزيون معاك، لكن بتاخد كتاب معاك. ما هو صح. واحنا كنا تسليم. بتوع المسرح شويه، كانت قصه الكتب دي عندنا مقدسه، فكنا عشان تقرا الروايات اللي تعملها بعد كده مسرح، اللي هي الروايات اللي هي المسرحيات، روايات المسرحيات. فكنا لازم نقرا كتير. ويجي صح. بقى اول السنه دي يا نهار ابيض في رحلات مكوكيه بقى الى العتبه واسوار العتبه عشان تجيب المسرحيات القديمه ببلاش او بفلوس يعني قليله يعني 2 جنيه وبتاع. والحاجات دي يا خبر ابيض. في رحلات مكوكيه، وفي واحد يقول لك ده في مسرحيه عند واحد بتاع كتب قديمه في قفشت طنطا، واحد بتاع في طنطا في طنطا. فاتنين ياخدوا بعض ويروحوا طنطا. يروحوا طنطا عند الراجل ده يوقف. ديلر ديلر كتب يقضوا كتاب. ايوه والله حلو التشبيه ده برافو جداً. عليك والله والله. العظيم. كنا بنخبي كتب من كنت بعض، بتتعاطى لما تبقى كتب مثلا يعني. مسرحيه كنت تتعاطى كتب امال ايه وبتحقن وبتاع بانجك الغلاف البني. بتأنجك ايوه الخلاف البني بتاع لغايه دلوقتي في ناس بتقرا طبعا. يعني انا بتبسط قوي لما بنزل والاقي ايه في يا باشا روايات معموله 16 نسخه 16 طبعه و17 طبعه أيوة. حاجات كده. مين يشتري الحاجات دي؟ انا فوجئت ان دكتور احمد خالد توفيق مثلا الجيل ده ليه بيحبه مريدين الجيل ده بيحبه فوق ما مريدين تتخيل. من طيب، الجيل صح، ده صح، مريدين صح. واخد بالك. انا بعشقه. يعني دي حاجه غريبه جدا يعني رغم ان ليه احنا غريبه؟ اللي ليه غريبه؟ اتربينا ما هو على احنا مش بلاش وجهه النظر هو الواحده دي. قريب هو راجل قريب ومواكب، رغم ان هو ما كانش يعني متابع السوشيال ميديا خالص. بس اقول لك هو كان حقيقي قوي. يعني الراجل ده ليه الصور اللي بتنزل له كل فتره كده، بينزله تلاقيه ماشي في الشارع بس قميصه بنطلون شبه بابايا كده، انسان عادي جدا. فهو كان متابع في الشارع. انا برضو الحته دي، ما هو مشكله الجيل بتاعنا ان هو بقول لك التركيز عنده، هو مش مركز يلقط ايه من مين. شفت ايه في مستر تامر اخد منه. ايوه شفت بلاش حته اللي هو انا هعمل دي وشايفها كده والريفرنس والقصص دي كلها. خلي بالك من حاجه كمان، احمد خالد توفيق كان ايه؟ كان طبيب. فالراجل ده انتوا متخيلين يا جماعه المستشفى، انا اخويا دكتور،
فانتوا مش متخيلين المستشفيات زي الاقسام. المستشفيات انت بتشوف فيها كل الانماط البشريه في لحظات الضعف. كمان صح. اللي جاي لك ضعيف مشاعر واهله ضعاف، مشاعر حقيقيه قوي 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 قوي. وبمجرد ما انت بتأثر بتعالج او بتسكن بتشوف مشاعر تانية خالص في ربع ساعة او في نص ساعة. بتشوفها من ايه بقى؟ انقلاب حصل. انقلاب ايه؟ انت ممكن تبقى في الطوارئ فتشوف في اليوم 100 حالة. اوكي. 100 في 5 قرايب. طبعا عندنا في المنصورة والمناطق دي من من المنصورة، نص عارف البلد المعلومة بتيجي. الله الحبيبي والله. انا حسيت بيه من انتوا الاول أقاليم؟ والله. حسين باللوين. انتوا اقاليم انتوا الاثنين؟ انت احنا اقاليم. انا قاهري. انتوا اقاليم؟ ماشي. يا يا ما جينا وقعدنا أصل أنا جينا إيجيبت. وقعدنا على قلبك. قعدنا على قلبك. انا ايجيبت. انا ايجيبت خالص مش كده. ماشي. خليك يا بتاع ايجيبت. اوكي. انت ايجيبت. ايجيبت بتاع ايه عشان كده على فرنساوي فكره كمان. انا عشان كده بقول سوشيال ميديا. خلي بالك عشان بتوع ايجيبت زعلوا قوي. طب انت بتقول تواليت ولا بتقول تويلت؟ سوشيال ميديا ايه؟ تواليت ولا لا تويلت؟ تواليت طبعا. تواليت. طبعا تواليت. طبعا. تويلت. تويلت لا تختلف. تحس بيقول ماري انطوانيت مش تواليت. عارف في حاجات أيوة، في كده. أيوة. مدام تواليت. في كده. فين؟ اتفضلي. انت عارف ان التواليت اصلا مش معناها الكبانيه؟ لا معناها التواليت اللي هو الميك اب. الميك اب. التواليت اصلا انا بعمل التواليت بتاعي يعني بعمل الميك اب بتاعي. فسموا المكان بقى. ده سموا المكان ده غرفة التواليت عشان ده المكان اللي تمكيش فيه. كده هنظبط كده البنات الدنيا بتخش فيها. تصور في الحمام تعمل فبقى كل تواليت حاجة. على حمام يعني عادي كل بقى حاجة. انتوا ايه رايكم في الكروب توب؟ استنى ده حاجه في اللبس الاول. استنى. اه لا في اللبس ده منتشر. استنى والله انا افتكرتها في السوشيال ميديا. اللي عايز هو أقول الهندي. لا لا، اللي هو الهندي اللي هو ده لو بنات سمعت هتتضايقوا. صح كده اللي هو مش نص هندي. لا هو كروب توب. هو كروب توب اللي هو نص اللي هو كرش بره. بيبين بيبين بس لو الكرش كرشها لما بتروح لابسه عادي بقى بتلبس تلبس عادي. هودي زي كده عشان عشان ولا الكرش حاجة. ما يبانش. عشان الكرش، طب واشمعنى كروب توب اللي جه في دماغك ان احنا هيكون يعني لنا رأي لا فيه؟ قلت اكيد انا مواكب. بتشوفه اكيد بتشوف. آه. تنزل اي مول كده هتلاقي ما لا يقل عن 200 كروب توب معدي بس انا قدامك. انا عايز اقول لك على حاجه. الكروب توب ده يعني مش مثلا حاجه خاصه بجيلكو. دي كانت موجوده من ايامنا عارف عادي جدا. بس دي كنت بتشوفها مثلا في الجامعه الامريكيه. حلو. لما مثلا في مجتمعات معينه كنا بالظبط. عندنا في الكليه مثلا. ده عندكم انتوا يا ابني. كان فين؟ احنا في كليه سياحه وفنادق ايام ما كانت نادي. احنا في أيام المنصوره يا ابني كانت اللي بتشمر يبقى ده كروب توب. يبقى ده كروب. انت متخيل انت الفكره؟ في ايه؟ ايه كل الكروب ده؟ يا ساتر يا يا رب. نهار اسود. يا ساتر شوف البت الطب اللي هناك دي. لكن فكره انه دلوقتي بقى الناس في قصدي كده. الشارع وفي المول وفي المش عارف ايه بيلبسوا كروب ده عادي. هي ده بقى الغريب بالنسبه لنا احنا كجيلنا. عشان كده انا سالت. اللي لكن هو كان حاجه نادره نادره جدا. ومثلا يعني. لما بنروح نادي الجزيره مش عارف ايه بتاع في الافلام ما يجي يجيب واحد عايز يجيب واحد مش طبيعيه بقى اللي هو فوق قوي. اديها كروب توب بقى على طول كده واحده في الفيلم كده. وكل 5-6 افلام. كمان دلوقتي انت ممكن كل 5-6 بني ادمين تلاقي كروب توب. اوكي ده بالظبط خلاص بقى. بلا لعنه الله عليكم. وليه؟ طب جيل بقى جيل. طب ده معناه ايه بالنسبه لك؟ هل ده انفتاح. معناه انه خلاص احنا كجيل احنا مش منفتح ما بشكل بنخافش؟ مرعب. الجيل ده ما بيخافش طبعا. ما بيخافش. خالص. دلوقتي مثلا هو احنا واقفين شويه راح الاخ مطلع التليفون بتاعه وقال لك ما بقدرش. ما قدرش على نفسه. ما اقدرش. ما انا تليفون برميه. انا تليفون مرمي هناك. بهرش والله مدمن. يعني كويس وانت معترف. هل انتوا شايفين كلكم فعلا انه دي حاجه خطر وصعبه ومش عارف بس بنعملها؟ ولا في حد شايف انه لا انا لازم التليفون يبقى في ايدي؟ دي حاجه حلوه. مش كل الناس طبعا بتفكر ان لا ده خطر وازاي حتى اللي بيفكر انه خطر مكمل. لا ما عنديش مشكله ان هو يكمل. مش يعني انت فاهم. انا فاهم. بص دايما بدايه الحل بتاع المشكله ان انت تعرف ان في ما مشكله. هو انت مش فاهم بقى. انا مش عايز احل اصلا. لا انا بتكلم ان هو فكره أيوة. فكره ان هو البني ادم يبقى عارف انه ده على الاقل خطر. عارف ده بالظبط. واخد بالك أو كده؟ انا قريت خالد شويه. هو الراجل قال لك بمنتهى البساطه هو بيعمل رصيد لنفسه كبابليك فيجر ينفعه لما يجي يعمل فن. اوكي صح كده بالظبط طبعا. بس خلاص هو الراجل ده بالذات خالد بالذات بيعمل الرصيد ده. هو عايز لما يجي يعمل حلقه من 10 الناس تقولش مين الواد ده.
لا أيوة، هو عايز يبقوا أيوة. مستنيينه، وهو عمل شكراً. ريلز قبل كده والله بالظبط. وعمل بوستاته من وعامل الميكنج من التصوير وبرامج وقصص. ومتصور بالكلاك وعامل كل حاجه وجاهز، وهو عارف هيحط ايه امتى وعامل الجدول بتاعه. مثلا ده اللي انا فهمته. مش مركز قوي كده، بس انت صح. خلاص خد مني بقى. انا مركز خد قوي مني كده. بقى. ادالك الزيتون اهو، خد مني بقى. ادالك طبعاً. الزيتون اهو. والله بجد ده اللي فعلا بفكر فادي فيه. لا انا بتكلم بقى على يعني خالد دلوقتي انفلونسر تمام، هو بيدي بيقول أوكي. الريسيفر بقى الواد الصغير ده كلنا يا عم، الشاب كلنا. الصغير، لا انا بتكلم عايزه على بقى الشاب الشاب الصغير ده الريسيفر اللي عمال ريسيف من كل حته وعمال يستقبل وبتاع ومقضي وقته كله على التليفون. هل هو حاسس انه هو ده انا بعمله؟ لا. بس ده مش غلط او مش لا كويس؟ طبعا مش حاسس. بيبقى مش حاسس بده. خالص. هو ده المصيبه الاكبر، ان هو للاسف وبجد لو حد من اللي بيتابعني بيفكر كده يبقى غلط، ان هو حاططني كمان رول موديل. اوكي. لا ما تحطنيش رول موديل أصلاً. انا مش لا طبعا انا مش رول موديل، ولا انا قدوه. حاططني انا مش قدوه لايه؟ بعمل ايه؟ انت بتجيب فولورز وبتعمل كونتنت ومش إيه عارف القصة؟ وبيعمل أياً فلوس. كان. خلي بالكم يا بتعمل جماعه، موضوع فلوس. الفلوس، موضوع الفلوس يا جماعه انا ده شغال. ما أنت تستهونوش بتتفرج. بيه. انا شغال. انت محتاج تشتغل. انت محتاج تشتغل. مش تشتغل كمان، انت محتاج أنت تدرس لو انت خالد، لسه خريج إيه يا صغير. خالد؟ انا تجاره. خريج تجاره. طيب، طبعا تمام. قررت وفضلت لحد ولما دخلت الجامعه قررت ان اخدهم في 4 سنين. انا لا هسقط ولا هعمل الحاجات دي ولا. أوكي. كويس. فالشباب كويس. بقت مستسهلاها. طب آه. ما انا ليه؟ طب ما تيك توك شويه نهار فولو أسود. وشويه فولورز، ابقى فود بلوجر، بعمل ايا كان أيا طب كان. انا عندي ما اعرفش تصنيف، هو يمكن ما اعرفش هو صح ولا غلط، او رؤيه، هي مش هسميها تصنيف برضو، عشان انا حاسس نفسي انا هقول السؤال ده وبشيله في المونتاج يعني. لا والله اكلمك جد. سيبه لو يعني مصير. بحس ان انا بحس انه الناس اللي بتلعب اللعبه دي قوي بتغرس فيها قوي، مش زيك بتغرس فيها قوي. يعني ناس ملهاش في التعليم والقرايه والتفكير والكلام ده خالص. حلو. انا بشوف كده. اه خلاص، بحكم الظروف الاقتصاديه، منطقي. ماشي، يا بحكم الظروف الاقتصاديه التانية، اه هو برضو ملوش لا في التعليم ولا في البتاع ولا تكبير حامل هم الدماغ. حاجه، ولا بيفكر الفلوس جايه منين ولا بتاع ولا الكلام ده كله. هو عنده كل حاجه ما عدا الشهره. هو عنده الفلوس والعربيه، واتولد لقاهم فلوس والعربيه والحاجات والبتاع والايمج والكلام ده كله، ناقصه الشهرة بس. بيقدم لان الشهره بقى سلطه. بيقدم بقى محتوى اسمه لايف ستايل. بس كده. تصدق بالله لا 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 الله. انا بقعد شويه عقبال ما افهم كلامه او كلام بس انا لما الشباب. بشرحه انت بتفهمه. لا انا دلوقتي بقيت مش فاهمك انت كمان. انت ركبت معايا كده انا معاك. انا قاعد كده يا معاك جماعه أنت. انا قاعد في مكان مش مكاني. لا، خالص لا. خالص والله. مش- عامة انت الصح بص، شوية انا ما يعني. اقدرش. لا بس انا ماشي، انا ما بقولش بص كل واحد حاجه. عنده وجهة نظر مكملة. انا مش فاهم انت قلت ايه بجد يعني. ليه؟ أنا بجد في- مش في فاهم ناس اللي هو محتاجة- ولا بصراحة عادية ما فيهاش حاجة ما هو خالص. لا، ما ينفعش بصراحه خالص. يعني في ناس محتاجه قوي قوي موضوع السوشيال ميديا ده، علشان يجيبوا ماديا فلوس. ومعنويا. خلاص. لانه الشهره سلطه. ايوه طبعا. وفي ناس مش محتاجاه ماديا، مادياً. هي بتاخد اللي جاي منه ده بس فور فان كده. لكن فهمت. هي فهمت معاها جامد جدا. عايزين ناقص بس الشهرة ويبقى فهم طبعا. دول بيعملوا لايف ستايل يبقى اه برنس. طبعا. والحاجات والمناسبه النوعين دول لو حطيتهم في شغل محتاج مجهود ما بيستحملوش. طبعا. هي دي بقى الأزمة. يعني تعالى اقول له تعالى يا معلم مثل بقى، هنعمل 3 شهور بروفات عشان نعمل مسرحيه، يقول لك لا، ماليش دعوه. ما اقدرش. هاتني لا. على البتاع، انا هبيع لك. انا هنزل استوريات وابيع لك. ايوه. أنا تجارة بقينا هات تجار لي قبل كلنا. العرض باسبوع، دي حصلت هبيع لك. بالمناسبة. هات لي قبل العرض باسبوع. ما قالكش هبيع لك؟ اظهر معاك كده في الحاجات. طبعا ما هو قصده كده يعني. آه. اظهر معاك في البروفات وفي الحاجات كده وبتاع مش عارف ايه والكلام ده كله، واديني دور صغير، مش عايز دور كبير. هو طموحه مش في الموضوع، اوكي. الصورتين هو في طموح. اللقطة، في الانبساط، في الحركتين، انه حاجه غير اللي هو بيعمله كمان، يعني اضافه للي بيعمله. سلاش. انا لسه قايل لك سلاش اكتر. بس هو بيجمع، فاهم؟ زي اللي بيجمع زمان طابع، فاهم؟ وبتنفعه في الهاشتاج، يعني يروح برضو عامل هاشتاج خلاص، مسرح، مسرحيه، المسرحيين. فنانين. افتح برضو شفت؟ فولدر جديد، شلة جديدة، هيصة جديدة. ايوه فهمت أوكي. الفكره. قصة كبيرة. معانا انت جيت معانا في الجينزي. لا انا بص انا انت هستأذن في غربة. بصراحة. انا حاسس ان انا في غربة جدا. آه. فيعني لا امشي، اتكلوا انتوا على امشي. بص اصل دي ما فيهاش كسوف، انت مش مننا، انت عمرك ما هتبقى مننا. استاذ عمرو، فاهم؟ انا وانت هنعمل شوية ريلز خلود ومحتوى. عمور بقى وخلود. ماشي خلاص، ما عنديش اي قوم اقعد مشكلة. هنا يا ابني، قوم اقعد هنا. انت ايه اللي بعدك هنا؟ قوم اقعد هنا. والله انا ايه ده؟ المشكلة في الكرسي. ايه الجمال ده؟ كده. المشكلة في الكرسي. لا عادي انا عادي، مش فاهم حاجة خالص. مش شغلش بالك. قول. مش مهم تبقى فاهم، المهم يبقى عندك فولورز. طبعا انا اللي هقول لك. طبعا انا بص، اللي هقول لك. انا هاجي على البودكاست آه. وانت حط صورتي
ماشي. والبودكاست هيجيب. ما انا بقول لك كده صح. وبقى اعمل لنا كام ريل ريلز كده على وستوريهات. ستوريز كده وبتاع. ماشي اوكي خلاص. حاجه موافق. منك لينا يعني. موافق حاجه منك لينا. موافق خالد موافق. خالد ورشه. في الحلقه. في الحلقه. اتفقنا. اتفقنا. قلبك معانا بس والله عشان معاك بص والله. والله الواد ما استحمل. ما مستر استحملش. تامر محتاج يفك الدنيا شويه. شوف اه. قول لي السلسله بره بتاع جابت ولا ما جابتش؟ جابت بذمتك؟ طبعا. والله ده انت طلعت راجل، معجم. انت راجل بتفهم.